ورا على طول لابراهيم سعيد، في اليمين ياسر رضوان خالد بيبو، ياسر رضوان ورا تانية، حسام غالي في الشمال حلوة، شادي عمارة داخل عليه كافو قائد البرازيل في كاس العالم. عمارة فات وكمل وخد مشوار يلعبها لكن مقطوع على طول من كافو وياخد ضربة حرة مباشرة. كافو نجم المنتخب البرازيلي نجم روما الايطالي، مشوار طويل قوي مع الكورة، فشل مع يوفنتوس رجع للبرازيل ثم عاد لاس روما من سنة 97 وبدأ انطلاقته الناجحة جدا في ايطاليا. تاني باتستوتا وائل جمعة ابن المحلة وابن الارجنتين، تبقى هجمة لاس روما وعرضية على طول من كانديلا تخبط في ياسر رضوان وتبقى رمي التماس، اتلعبت على طول والاستلام الحلو والعرضية والركنية الأولى في اللقاء لإيس روما. على فكرة بقول لكم في التسخين كان واضح جدا عليهم الجدية الغير عادية، برضو عرفوا إن ريال مدريد خسر هنا، فريق ليه اسمه وليه تاريخه. ادي ايمرسون وادي فالتر سامويل وباتستوتا والضربة الركنية اتلعبت على طول من مرة واحدة وخطر وبالراس وتبقى ضربة مرمى للنادي الاهلي، لكن معمولة. ادي مونتيلا القصير القصير المكير الهداف، لازم يتاخد البال منه قوي. والركنية برضو مش ممكن ما يكونش فيه رقابة كده، الراجل خدها سهلة مونتيلا براسه لكن لانه قصير ما ظبطتش. لو مع باتيستوتا اخر اهدافه سجلها في مرمى نيجيريا في كاس العالم السابق. ياسر رضوان طويله حلوه لبيبو، بيبو عايز يفوت وفات وتطول وتبقى ضربه مرمى لايس روما. مباراه بدايتها حلوه والاهلي خلاص ما بقاش عنده رهبه من الفرق الاجنبيه. ايس روما زار القاهره قبل كده مره وحيده في اواخر 95، لعب مع منتخبنا الوطني كان كسبان الشوط الاول 2-0 وتعادل الشوط الثاني 2-2. تومازي يستلم حلوه في اليمين لكافو، اللمسه الاحلى من مونتيلا لكن على طول يضغط شادي وتبقى اوت لروما. ادي عماره مشوار طويل، استلام جميل من مونتيلا، لعيب جميل ستايله حلو وتحت الفرصه تتغير على طول في الشمال عند بانوتشي، لمسه حلوه قوي ايمرسون ياخد تاني كانديلا بانوتشي تاني ايمرسون مقطوعه وهجمه وبيبو ومبارياته دي خالد بيبو وماشي ومكمل مشوار وفات خالد بيبو وفات ويبص بالعرض هيدي لمين وعرضيه وحلوه لكن مغطي على طول. بص حضراتكم مين اللي مغطي ده؟ كافو نجم البرازيل كابتن البرازيل حامل كأس العالم، ما عندوش كسوف ابدا انه يحطها عشان تبقى الركنيه الاولى للنادي الاهلي. ادي خالد بيبو فات وبص كان لازم يكون حد مكمل، وادي كافو بمبدا الامان والسلامه يقول لك كورنر مفيش مشكله كورنر وهيلعب عماره. يلا يا عماره، محمد عماره يلعب على طول الكورنر وعرضيه وحلوه ولسه فيها خطوره وتتشاط وتخبط تاني وتبقى الكورنر الثاني الاحمر الاهلاوي. حلوه يا عماره وضغط اهلاوي. ادي زبينا الفرنسي وادي جيلبرتو وعرضيه لكن تطلع تاني وتتشاط على الطاير كده مقطوعه توصل لابراهيم وتسديده وضربه مرمى لايس روما. لا مش جايين يتفسحوا والاهلي عارف كده عشان كده بيلعب وضاغط ومهاجم. حلو كلام، حلو كلام جميل من الاهلي ومن روما. فالتر سامويل جوارديولا باتستوتا ايمرسون بانوتشي ورا تاني جوارديولا سامويل ياخد مشوار يلعب الكرة الطويلة وادي الاستلام باتستوتا ومونتيلا لكن مقطوعة من شادي. بصوا الحماس والجدية. عمارة جيلبرتو يا سلام لقريبه وصديقه ايفيلينو احمد بلال مقطوعة وخطأ دفاعي بدون داعي لكن مغطي في الوقت المناسب ابراهيم سعيد
قال لي قبل المباراه ان مندوبي ايفرتون هيوصلوا النهارده، ونتمنى انه يحترف ويشق طريقه لان امله انه يحترف. تاني يقطع روما، جوارديولا، كافو ورا تاني بانوتشي، حلوة قوي في الشمال عند كانديلا مكمل مشوار، واستلام من ايمرسون تاني بيفكر يشوط، وخلي بالك يا حضري اطلق قنبله اهو رقم 32 كانديلا الفرنسي، تيجي على طول بجوار القائم وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. اتعملت حلوه قوي سيدي على التصوير وحلاوته، والتسديده الجميله وبجوار القائم يا دوب بيرضى. وخلي بالك يا عصام اهي التسديده الحلوه، التصوير الجميل، والامكانيات كلها النهارده لخدمه المهرجان. غالي، رضوان يلا يا رضوان، بيبو بالكعب تتقطع، جوارديولا الاسباني ورا فالتر سامويل الارجنتيني، تاني تتلعب طويله عند ايمرسون، ياخد وائل جمعه، ياسر رضوان، 3 النهارده من المحله، وائل جمعه وياسر رضوان ومحمد عماره. خد عماره، جه على السيره، خد من كافو فاول على طول. بلال جيلبرتو يغير في اليمين لكن ورا خالص لياسر رضوان، يضطر يرجع وائل جمعه. غالي وحشه قوي وياخد باتيستوتا وتبقى فرصه، لكن برافو على طول وائل جمعه، توصل تومازي طويله سهله لعصام الحضري. الاهلي مش خايف وبيلعب بثقه. 8 دقايق. ادي فابيو كابيلو مدرب اس روما، احد الاسماء الشهيره جدا. وادي فرصه تاني و3 على 1 ومونتيلا وفات ودخل وبيدور يدي لمين ويلعب العرضيه. برافو على طول وائل جمعه. في اخطاء قدام منطقه جزاء النادي الاهلي، لازم تتلعب اسرع شويه عشان ما تعملش مشكله او خطوره. ياسر رضوان، جيلبرتو، ايفيلينو سابها لشادي وخد له مكان عماره ومشيت، لكن يقطع على طول بجديه وبحماس، توصل لكافو وعرضيه حلوه وفوق العارضه. حلوه ما بين كافو وباتيستوتا ومونتيلا، لكن تطلع فوق العارضه. تسديدتين لاس روما، الاثنين فوق العارضه، واحده بجوار القائم واحده فوق العارضه. بصوا عرضيه كافو وادي الاختراق مونتيلا على طول قاطع، لكن كان مكمل معاه ياسر رضوان تبقى فوق العارضه. ايفيلينو، عماره، شادي، ابراهيم سعيد يلعب طويله اطول من اللازم. ادي التغطيه في المكان المناسب على طول بلا ادنى فلسفه للحارس انتونيولي. لسه الاثنين الحراس سواء الحضري او انتونيولي لم يختبر. صحيح اللعبه اكتر على مرمى عصام الحضري، لكن لسه ما جاتش الكره ناحيته. تاني طويله حلوه قوي. كافو كالعاده متقدم، كافو هيلعب عرضيه عشان ياخد ركنيه، وخد الركنيه وبقت الكورنر الثاني لاس روما. 2 كورنر للاهلي و2 لاس روما، والدقيقه 9 بتنتهي وبدانا في الدقيقه 10. التعادل بدون اهداف، شباك بيضاء. كافو والكورنر، يلعب عرضيه عاليه سهله، يطلع على طول عصام الحضري. كان عمل مباراه اكتر من هايله قدام ريال مدريد الحضري، نتمنى انه يكررها. عايزين نشوف كره حلوه تاني. حسام غالي، جيلبرتو مدخله كده في النص شويه النهارده. شوف بومفرير، يا سلام يا غالي، يا بيبو تاني. بلال فات، يلا شوط، شاط ويمسك على طول انتونيولي. حلو، كلام حلو وكلام جميل. ادي التسديده الاولى للاهلي ما بين ال3 خشبات، مسكها على طول بسهوله. ادي بلال هداف قناص خطير، سهل يجيب جون في الوقت والزمان المناسب. تاني بيبو يحب قوي يلعب المباراه دي. خالد بيبو اتقطعت بقى ضربه حره مباشره.
عمارة، محمد عمارة، جيلبرت، حسام غالي، ناشئ صاعد واعد في سماء الكرة المصرية. ياسر رضوان مباراة بمباراة بياخد الثقة. احمد بلال لجيلبرتو، عايز يعدل ويشوط. جيلبرتو حلو قوي لخالد بيبو، خد الجنب الشمال وفرصة وإيفيلينو وادخل التاريخ يا راجل، لسه برضه والعرض ويلا يا عمارة وجنب العرض. لكن حلو وكلام جميل ماشي مقبول ومعقول. التعادل بدون أهداف. الأهلي وإيس روما، لقاء الأحلام رقم 2، استاد القاهرة، يوم جميل. على طول جوارديولا في الشمال، كانديلا، باتستوتا او باتي جول عشان جاب جوال كتير قوي، او باتمان. كانديلا كمل، تطول، توصل سهله لياسر رضوان. غير النهارده الاسلوب خالص، بومفرير ورضوان. يلا يا رضوان خد مشوار. ياسر هيضطر يرجع ورا خالص لان محدش قرب له. يرجع فعلا جيلبرتو، هات وخد مع حسام غالي. في الشمال مرة تانية محمد عمارة، ابن عمارة، يلا يا عمارة. محمد عمارة فين العرضية لكن مش نموذجية، وبقت كورنر للنادي الأهلي. الكورنر الثالث والمباراة متكافئة. وادي كابيلو بقول لكم واخدين الأمور جد، ما بيهزروش. ما كانش يقف كده ويبقى شكله كده، عايز يكسب حتى لو مباراة ودية. محمد عمارة وكورنر للنادي الاهلي، وخد الاشاره من الغندور، وعماره وعرضيه نموذجيه لكن يطلع على طول زيب بناء. توصل جيلبرتو منه لعماره ومفيش اوف سايد، وفي عرضيه اجمل المره دي وتطلع ويلا وتتشاط وكورنر. سيدي يا سيدي حلو. الاهلي بيلعب حلو الحقيقه، الاهلي بيلعب كره جميله، ضاغط وهاجم وواصل. والدليل ايه؟ لحد الدقيقه 13 4 كورنر، وادي النتيجه على وجوه احتياطي روما. عماره تاني بدات تظبط اهي، مكنه الاوفرات بدات تظبط يا عماره. هوبا يا عماره، عرضيه تاني، عرضيه حلوه توصل لتومازي كفو، والهجمه المرتده. باتستوتا بيرجع يعد الواجب الدفاعي تاني. تومازي طويله وخطر جدا والحمد لله في ايد عصام الحضري من مونتيلا. اتعملت حلوه قوي الهجمه المرتده، نموذج للهجمه المرتده الجميله، وصلت لمونتيلا المنفرد تماما لكن في المكان اللي واقف فيه عصام الحضري. مباراه مفتوحه وفرقتين مش خايفين من بعض، واخدينها فعلا مباراه استعداديه. روما لبطوله الدوري الايطالي والاهلي لبطوله افريقيا. ادي الكره اللي فاتت، وباتستوتا بيغير حذاء الكره بره، جرب الحذاء في التسخين، لا في بدايه المباراه مش ماشي، مفيش مانع ابدا يطلع يغيره. ياسر رضوان نجم هانزا روستيك السابق. بلال بيبو، بص تاني على بلال، مقطوعه واتلعبت وحش قوي، تبقى اوت للنادي الاهلي. جيلبرتو، رضوان، اوت تاني الاهلي، تروح لرضوان لبلال. ياخد على طول كانديلا ورا خالص، فالتر سامويل، بانوتشي، زيبينا، سامويل، جوارديولا. كل ده استهلاك وقت لحد ما ينزل. باتستوتا نزل خلاص، تروح بانوتشي في الشمال، كانديلا، هجمه لروما. ايمرسون حلوه الكانديلا، احلى جوارديولا، تحضير، بيبص يدي لمين، يرجع ورا. سامويل وفاول. على النادي الاهلي ده 23 بانوتشي، 28 جوارديولا. كانديلا الفرنسي
يلعب عرضيه وجميله من مونتيلا، لكن على طول يقطع ابراهيم سعيد. تؤلف دفاع النادي الاهلي بدون شك وبدون كلام. وخلصنا الربع ساعه الاولى والشباك ما زالت بيضاء لم تهتز، والهجوم بيبحث عن عنوان، سواء هجوم الاهلي او هجوم روما. اس روم مقطوعه من جوارديولا. مونتيلا، جوارديولا حلوه قوي لتومازي، احلى لباتيستوتا، لكن يقطع في الوقت المناسب محمد عماره. الحضري طويله، عايزكم كده تراقبوا معايا. سامويل، فالتر سامويل لعيب عملاق الارجنتيني المتالق. ادي كافو وادي جوارديولا لسه منضم جديد، لانج طازه لإسروم. ده ديلاس رقم 31 على فكره، غيروا لنا في التشكيل مرتين. ايمرسون برازيلي. كافو، ايمرسون فات، هيلعب عرضيه من غير تفكير وعلى طول يا وائل يا جمعه. يا سلام على التغطيه المناسبه. توصل تاني كانديلا في الشمال، عايز يفوت وفات، وعرضيه مره تانيه ويطلع الحضري بالبوكس. تومازي مره تانيه عايز يلعب عرضيه واتعملت. كافو يا سلام يا ابراهيم يا سلام، انقذ هدف مؤكد 150%. الراجل كافو شاف الحضري على القائم القريب، لعبها عرضيه برازيليه جميله، لكن على طول ابراهيم سعيد، واتلعبت الكورنر وهتتلعب تاني واتحطت في سكه الحضري، لكن تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. بسرعه بص كافو، بص شوف كافو بيعمل ايه. كافو اهو بص، عرف ان الحضري جاي هنا، ضرب كل الدفاع والحارس. شايفين باتيستوتا جاي من اعلى نقطه، لكن ابراهيم سعيد كان موجود في الزمان والمكان. يا سلام على التصوير، يا سلام على اللقطه، يا سلام على ابراهيم سعيد. الحضري رضوان، الاحتراف لا يرحم. من سنه 97 لحد دلوقتي فريق اس روما فيه 3 لعيبه بس من اللي كانوا موجودين. تومازي وديلفيكيو وتوتي، بس غير كده مفيش. و27 لعيب كلهم جداد. في كام سنه بقى؟ في 5 سنين. الاهلي نفس الامر، الحضري وجمعه ورضوان وعماره وجilberto وايفيلينو وبيبو. هو الاحتراف كده، هي الحياه دي كده. دخلنا في الاحتراف نرضى بيه بحلاوته وبقساوته وبكل ما فيه. اتلعبت على طول الضربه الحره المباشره، توصل النجم الاسباني جوارديولا. تومازي طويله على كافو، يلحق. ادي ديلاس، سامويل، زيبنا حلوه قوي في النص. مونتيلا تاني ورا. ديلاس اليوناني يضغط خالد بيبو، تروح لكافو، ياخد تاني خالد بيبو لكن يطلع تاني ديلاس اليوناني، تبقى اوت للنادي الاهلي. الناس عايزه جول. حلوه قوي. ايفيلينو هيلعب عرضه ولا هيعمل ايه؟ ايفيلينو والله عرضيه نموذجيه، يطلع على طول زيبنا وتبقى اوت تاني للنادي الاهلي. لكن اجمل ما في المباراه انها مفتوحه. عماره، يا سلام يا عماره على الاوفر، وتطول وتبقى كورنر خامس للنادي الاهلي. اكمل الخماسيه في كورنر النادي الاهلي، وجالها كالعاده عماره. 4 منهم هنا من الجنب الشمال. هيلعبها محمد عماره. عماره وعرضيه حلوه قوي، وغير الهدف الاول. ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد، يا سعيد يا سعيد، يوم سعيد يا ابراهيم يا سعيد، يوم سعيد يا ابراهيم يا سعيد، وجول سعيد. اتعملت بقول لكم الكورنر بتاع عماره نموذجي، وغلطه من دفاع روما جاي يطلعها، تروح لابراهيم سعيد تيجي في دماغه، والهدف الاول في الدقيقه 20. تحمر سماء استاد القاهره. حلوه
حلوه حلوه حلوه حلوه، عرضيه من الركنيه اتلعبت بالراس غلط من زبينه، يستقبل على طول براسه ابراهيم سعيد، ما يترددش براسه في مرمى انتونيولي عشان الاهلي 1 واس روما 0. 1-0 الدقيقه 20. في الدقيقة 20 من الشوط الأول يحرز لاعب النادي الأهلي إبراهيم سعيد. اهي ادي الركنيه الجميله لمحمد عماره، وادي الخطا من زبينه، وعلى طول ابراهيم سعيد ما يترددش ويحطها في الشباك. ادي الركنيه، التصوير على كل الالوان. زبينه على طول ابراهيم سعيد برجله يحطها. 1-0 هجمه اهلاويه تاني، ومره تانيه ايفيلينو، لكن يقطع المره دي ديلاس كافو مونتيلا، ياخد منه شادي باتستوت، حلو قوي. تومازي جوارديولا، جمهور الاهلي بيقول ولسه هنشوف. مونتيلا عايز يفوت وفات، وبقت فرصه وبقت خطر ويقع، والغندور قال له قوم يا راجل مفيش حاجه. توصل تاني وائل جمعه، ياسر رضوان، مفاجاه حلوه يا ابراهيم، مفاجاه سعيده يا ابن سعيد. ورا تاني ليه انتونيولي، وادي كابيلو يفكر ويخطط ويدبر. اسم كبير روما حتى لو مباراه وديه مش عايز يخسر. على طول زبينه السبب في الهدف. ايمرسون ياخد شادي، يرجع ورا لابراهيم، طويله من ابراهيم عند ايفيلينو مش سايبه. ده دالاس رقم 31 في فريق كاس روما. نقل روما الموسم ده لعب في اكتر من نادي يوناني، واستقر بيه الامر اخيرا في اسرو. تاني هجمه حسام غالي، ياسر رضوان، غالي سلام يا سيدي، يلا يا غالي، جاي له من ورا بيبو، غالي وعرضيه يطلع على طول ديلاس، توصل تاني جيلبرتو ممكن يشوط، هات وخد مع بلدياته ايفيلينو، يقطع على طول ايمرسون، كافو الشمال فاضي خالص فعلا يدي في الشمال، تبدا هجمه لإسروم تاني ورا، والعرضيه ما تلاقيش غير جيلبرتو اللي راجع في الوقت المناسب. حسام، بلال، رضوان، اداء جميل وراقي وممتع لابناء النادي الاهلي. رضوان بيرجع على طول النادي الاهلي، بيلعب دفاع منطقه في نص ملعبه لما بيدخل الكوره، بيركز بشادي ووائل على باتستوتا ومونتيلا، وبيزيد جيلبرتو في الناحيه الدفاعيه مع اللي بيتقدم من نص الملعب سواء ايمرسون او تومازي او جوارديولا، وعامل كثافه عدديه في الدفاع من ياسر رضوان عشان يوقف تقدم كانديلا من الجنب الشمال لإيستروم. عشان كده مالك كويس ملعبه، الخطوره قليله على مرماه، ومتقدم بهدف لابراهيم سعيد. عماره ياخد ضربه حره مباشره على تومازي، ادي بيقول الغندور تمام، ادي الدفعه خلاص يبقى فاول مظبوط. حسام غالي، عماره، ايفيلينو، اوت للاهلي من ديلاس، هيلعب عماره، يا ريت اسرع، راح له جilberto، عماره، يا سلام يا سلام يا عماره، وبيبو لازم واحد يزيد مع خالد بيبو هيلعب فين؟ خالد بيبو مستني حد يجيله، جاله فعلا جilberto لكن فات بمهاره ولعب العرضيه تقلش وتبقى ضربه مرمى لإسرو. على فكره زي ما قلت لكم كره القدم هي لغه عالميه، لكن عندنا النهارده كافو وايمرسون بيتكلموا برتغالي، وايضا الثنائي
ايفيلينو وجilberto بيتكلموا برتغالي، اكتر 4 يتفاهموا في الملعب. بومفرير بيتكلم انجليزي مع لاعيبه عرب، وفابيو كابيلو بيتكلم ايطالي مع 8 جنسيات. لضمت بقى الاربعه جilberto وايفيلينو مع ايمرسون وكافو في اللغه البرتغاليه. فين باتيستوتا؟ ممسوك. فين مونتيلا؟ متراقب. فين الاهلي؟ نجوم. جilberto. ادي الكابتن طارق سليم المشرف على الكره في النادي الاهلي، علاء عبد الصادق مدير الكوره، جو بومفرير المدرب، ومعاه حسام البدري وضياء السيد واحمد ناجي. ايمرسون اسوأ حظ في التاريخ قبل كاس العالم اللي فات، قبل المباراه الافتتاحيه للبرازيل ب3 ايام، يجي له خلع في كتفه يروح على البرازيل. ريكاردينيو يحل محله، كافو يبقى كابتن الفرقه ويشيل كاس العالم. في حظ اوحش من كده؟ ده كاس عالم اهو. كافو اهو، كافو نجم المنتخب البرازيلي، 3 نهائيات كاس العالم بسم الله ما شاء الله. لعب 3 نهائي، 3 مباريات نهائيه. 94 كان احتياطي ونزل، 98 لكن خسر قدام فرنسا، و2002 ورفع الكأس كابتن وقائد للمنتخب البرازيلي. مين قده؟ لكن النهارده مغلوب. مغلوب من مين؟ من النادي الاهلي. 80,000 متفرج تقريبا في استاد القاهره مستمتعين بأداء الاهلي، بتقدم الاهلي بهدف ابراهيم سعيد في الدقيقه 20 اللي جه نتيجه الركنيه. رفعها عماره، غلط زبينه على طول، حطها ببطن رجله ابراهيم سعيد. كافو، بالتر سامويل، تاني ورا ديلاس، بالتر سامويل طويلة عند مونتيلا، قصير شوية، ياخد على طول تومازي، توصل كافو، واقع مونتيلا، طلع الكرة بره على طول كافو عشان زميله واقع. ادي انطونيولي بيفكر بيقول لك طب اعمل ايه؟ ده احنا لسه بنبدا وجابوا جون. ابراهيم سعيد صاحب الهدف، شويه دم كده من خبطه في الراس، تيجي كده في وشه لكن بسيطه. نجوم كبار في ايطاليا لعبوا. جمهور الاهلي دمه خفيف، جمهور مصر دمه خفيف. توتي نجم نادي اس روم مصاب، ما جاش، عنده مزق هيغيب من 45 ل 60 يوم. الجمهور الاهلي بيغني يقول ايه؟ يا توتي الحقهم. لا، توتي مش هنا، توتي في ايطاليا مش هيلحقهم. لكن في باتيستوتا وفي مونتيلا، في جوارديولا وفي تومازي، في نجوم كتير. الاهلي بيلعب حلو. روما عارف انها احتفاليه لكن كان عليهم جديه واضحه جدا في التسخين. في رطوبه صحيح شويه لكن الجو في ايطاليا على فكره اليومين دول كده. جوارديولا يقطع، حسام غالي، رضوان غالي، ياسر رضوان، والضغط من اس روما في نص ملعب النادي الاهلي ورا ابراهيم سعيد. مفيهوش حاجه خلاص. مونتيلا اداله الاشاره جمال غندور وخالد بيبو و3 على 3 وموقف حلو، وخالد بيبو وكمل وعدى. فعلا ما فيهوش حاجه. الغندور قال له قوم، يقوم. توصل جوارديولا في الشمال، كانديلا تلعب طويله تاني حلوه قوي الكافو، واستلام اجمل، وبيبص على تومازي يلعب العرضيه ويطلع الحضري. برافو يا حضري، ده كلام مظبوط. ياسر رضوان، والله مصر فيها كوره وفيها لعيبه، شويه تنظيم بس، شويه تنظيم نبقى حاجه جميله. فرقه بتلعب بجديه اهي قدام النادي الاهلي، وايا كانت النتيجه الاهلي بيلعب بشكل كويس. فايت 30 دقيقه ومؤدي ومتقدم بجول وعامل مباراه حلوه وضاغط وهاجم. تنظيم مع اهتمام، مش اقل من تركيا ابدا، مش اقل من السنغال ابدا. عماره هياخد فاول، مش اقل من كوريا ابدا. عندنا امكانيات
وكل الناس بتحب الكوره، المسؤولين كل الدنيا، الرئيس نفسه بيحضر مباريات كتير ومناسبات كتيره جدا جدا. سنه 98 لما مصر كسبت بطوله الامم الافريقيه، الرئيس مبارك استقبل الفريق في المطار. في اكتر من كده تكريم؟ نشد حيلنا احنا شويه. ياسر رضوان، رضوان ومفيش اوف سايد، والعب ما تخافش. ياسر رضوان يرجع ورا لاحمد بلال، منه ورا تاني الغالي. سلام يا غالي على الجمال. جilberto ويشوط لكن على طول جنب العارضه، ضربه مرمى لإيسروم. على فكره دي اول مباراه لفريق ايطالي مع فريق مصري. لعبوا مع المنتخب قبل كده روما، لكن مع فريق مصري دي تاني مباراه. اسف، اول مباراه كانت الانتر ميلان مع الزمالك في استاد القاهره او في القاهره، وانتهت بفوز الانتر 3-1. كان نجم المباراه الاول سواريز الاسباني، كان معاهم النجم الكبير ماتزولا. النهارده جوارديولا الاسباني، هل يعيد تألق سواريز؟ لحد دلوقتي مفيش حاجه. ادي مونتيلا ورا ديلاس، فالتر سامويل، جوارديولا، تومازي ياخد جilberto، ايفلينو، بلال. كنت متخيل انا اسمه توماسي، سألت اللي معاهم قالوا لي تومازي. لاعب الوسط في فريق AS روما والمنتخب الايطالي. باتيستوتا وابراهيم سعيد، ياخد فاول على ابراهيم سعيد، وابراهيم بيقول له ما عملتلوش حاجه يا كابتن، قال له خلاص حسبت. اتلعبت على طول، هيرجعها جمال غندور. ليه بقى؟ كان مدي ظهره للملعب. لازم الحكم يكون شايف، يدي اشاره او ما يديش، لكن لازم يكون شايف. مش لازم الصفاره ومش لازم الاشاره، لكن يكون شايف الملعب. ممكن تتلعب واحد جوه منطقه الجزاء، بنالتي ما اتشافتش، يحسب ايه؟ اهو كده الغندور بص، اهو بص على منطقه الجزاء، تتلعب على طول عرضيه ويطلع الحضري برضه بالبوكس، تبقى اوت لAS روما. اتلعبت على طول عند ايمرسون، ياخد سامويل، لكن ضربه حره مباشره. بيحاول يضغط فريق AS روما، في البعض بيقولوا AS روم، خلينا نقول روما حسب اللهجه المعتاده. ياسر رضوان ورا للحضري. شعار النادي الاهلي هو الصقر، اما شعار AS روما فهو راس الذئب. الصقر انقذ وسجل هدف. تاني مقطوعه، ايمرسون بيدور على باتيستوتا، ادى مونتيلا ورا تاني، جوارديولا، تومازي، عرضيه نموذجيه، يطلع وائل جمعه، لكن توصل تاني كانديلا في الشمال. كانديلا عايز يعدل وعدل، لكن برافو قوي قوي يا ياسر يا رضوان، وياخد حسام غالي ويبدا هجمه مرتده في الجنب اليمين. ضغط على طول من جيبنا وتبقى اوت لصالح النادي الاهلي. نفس الاسلوب في الهجمات المرتده ما بين الاهلي وما بين AS روما. ادي بابيو كابيلو، والنتيجه باينه تماما على وشه، مش متوقع انه يخسر، وقال انا عارف ان هم كسبوا ريال مدريد السنه اللي فاتت، لكن انا جاي عشان اسعد نفسي وفرقتي. كورنر للاهلي، كورنر السادس في الشوط الاول، مقابل 3 للفريق الايطالي. ياسر رضوان والكورنر الاهلاوي، وتقدم ابراهيم سعيد، وهتتلعب مره واحده من ياسر. يلعب ياسر، ما تلاقيش غير على طول باتيستوتا، ورا تاني كانديلا. ابراهيم سعيد بالعقل وبالخبره، شكله كده بيودع جمهور الاهلي. ابراهيم سعيد شكله النهارده بيقول للاهلي سامحوني عن اي حاجه عملتها، بجيب لكم جون وبعمل مباراه حلوه، وقد يكون الوداع الاخير بالاداء الجميل لابراهيم سعيد. احنا نتمنى له كل توفيق،
سواء في ايفرتون او في اي مكان او حتى في النادي الاهلي، لو مفيش نصيب واحترف مفيش مشكله، لكن يلتزم هيبقى لعيب هايل. محمد عمارة عندي بيبو، قطع جوارديولا، ديلاس، زيبينا، تاني جوارديولا، احدث المنضمين باتيستوتا، خد وائل جمعه، عند ايمرسون، يقطع تاني الاهلي وتبدا هجمه. حسام غالي عامل مباراه حلوه قوي في وسط الملعب، الهات وخد مع خالد بيبو، ياخد بلال، مقطوعه من بلال، تبقى ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. تقول لي رايك ايه، تتشاط من هنا؟ اقول لك لا. طب ده ابراهيم سعيد بيشوط كويس وياسر رضوان بيشوط كويس، ماشي، ممكن طبعا، كل شيء ممكن، لكن دي وجهة نظري، يا رب تطلع غلط، يا رب يشوطها وتيجي جول. ياسر رضوان شاط، يا سلام يا ياسر رضوان، حلوه شكلها حلو ومطلعها حلوه انتونيولي، لكن برضه ما تجيش جول. متشاطه حلوه قوي والراجل مطلعها حلوه قوي وفيها قوه وفي الجنب الشمال كل حاجه جميله، لكن طلعها حلوه انتونيولي. برافو يا ياسر رضوان. كورنر سابع للاهلي، راح لها جilberto، هيلفها بشماله، عدل الشريط وشال الدنيا كلها، ماشي يلا يا جilberto. وجيه احمد قال له لا، ده صلاح البري، يلا يا جilberto، يلعب جilberto على القائم القريب المره دي، يا راجل فرصه. الكورنر سلاح خطير للاهلي، عدت يا وائل يا جمعه، والله كان ممكن تخلينا 2-0، لكن معموله حلوه قوي الكورنر في النادي الاهلي، سواء من عماره او من رضوان او من جilberto. بصوا حضراتكم، فرصه طبعا اهو، ادي احمد بلال وادي وائل جمعه، لكن هو بلال كان ممكن يخلصها. تاني طويله من كانديلا عند مونتيلا، ماشي على بعضها، تبقى كورنر لروما، روما، الكورنر الرابع. هيلعبها كانديلا، الكورنر ده جوارديولا، يلعب وعرضيه، معرفش جمال غندور موقف، هل مدي فاول على مونتيلا ولا بيعيد الكورنر تاني؟ كان في احتكاك كده، مش احتكاك يعني، تنافس على الكوره بينه وبين الحضري، من حقه ينط زي ما هو عايز لكن ما يحتكش، يلمسه تبقى فاول، ليه حمايه خاصه جوه المنطقه دي. ادي الكورنر، وادي جوارديولا مره ثانيه، وادي الحضري مره ثالثه، والنهارده بيستعمل بوكس كتير، مفيش مشكله، من خاف سلم، والبوكس اذا كان احسن مفيش مشكله يا حضري. تاني عرضيه، ما تلاقيش غير رضوان عشان تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. على فكره نادي روما قبل بدايه الموسم في ايطاليا كان مهدد بالحرمان من الاشتراك في الدوري بسبب مشكله ماليه، ومعاه نادي لاسيو صاحب الديربي الشهير معاه. تمت تصفيه الاوضاع وقدم تقرير لمين بقى؟ للهيئه الماليه للكره الايطاليه مع اتحاد الكره الايطالي. اتسوت الميزانيه، قالوا له هنغطي دي مصادر التمويل، هنعمل ايه واللاعيبه والنفقات وكل حاجه تمام التمام. قدم كل الاقراءات، خد براءه ويلعب في الدوري على طول، هو وصيف البطل السنه اللي فاتت. حلو قوي من بيبو، لكن يقطع فالتر سامويل. عايز اقول لكم الموسم اللي فات كسب اخر مباراه في الدوري AS روم، والاهلي نفس الوضع، لكن الاثنين خسروا الدوري بفرق نقطتين، الاهلي عن الاسماعيلي وAS روم عن اليوفنتوس. تاني جilberto وايبيلينو، يقطع تومادي، ديلاس، ايمرسون، طويله عند بلدياتو كافو، يقطع على طول شادي، دفاع الاهلي ممتاز، شادي ووائل وابراهيم سعيد. تاني مونتيلا، وتغطيه ممتازه من حسام غالي اللي بيزيد بقوه في الدفاع، وحشه من احمد بلال، والعرضيه المره الواحده وتتقطع على طول وتبقى اوت لصالح AS روم. دخلنا الدقيقه 41، الاهلي 1 بهدف ابراهيم سعيد
من الكورنر اللي اترفعت له وجات له غلط من زبينه، حطها على طول ببطن رجله. روما لا شيء، والعرضيه تاني اوفسايد. اوفسايد في رايه من وجيه، تبقى ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل باتستوتا. ويقع الحضري مفيهوش حاجه خالص. باعتبارهم الضيوف نقول نادي اس روم له 3 بطولات دوري في تاريخه مع الكرة الإيطالية. سنة 41 أو موسم 41-42 كانت البطولة رقم 13، والبطولة 54 82 83، والبطولة 72 2000 2001. باتيستوتا ده فاضل له 6 أهداف ويكمل الرقم 200 في الأهداف في الدوري الإيطالي، يبقى رصيد محدش وصول. باتيستوتا برضو خد هداف الدوري مرة واحدة مع فيورنتينا. هدافين الدوري من اس روم على تاريخ ايطاليا: فولك سنة 30 31، جايتا 34 35، داكوستا 56 57، مانفرديني 62 63. بروزو خدها 3 مرات: 80 81 و81 82 و85 86. ونعود الى المباراة. ياسر رضوان عرضية محمد عمارة. خلاص الشوط الاول 3 دقايق بالتمام والكمال على نهايته. وادي كرة طويلة لكن سهلة على طول للحارس انطونيولي. يغير في الشمال، بيحاول يقطع خالد بيبو. توصل كانديلا منه زيبينا، والتر سامويل، ايمرسون، تومازي يلعب طويلة. ابراهيم سعيد بالعقل قوي لعصام الحضري. ياسر رضوان. الاهلي اكثر انسجاما مباراة بعد مباراة. المدرب تبان بصماته، يفهم فرقته، يعرف هي عايزه ايه. تاني هجمة ورا ايمرسون، فات حلو ولعب احلى. وباتستوتا وجوه المنطقة لكن سهلة لعصام الحضري. تفرق كتير ان الاهلي يطلع الشوط الاول كسبان 1-0 في طريقة لعبه في الشوط الثاني. ياسر رضوان وادي 80,000 متفرج فرحانين بفرقتهم، لكن الاداء ممكن يكون احلى من كده. بعد الهدف اللي جابه الاهلي هدي الاداء شويه. حسام غالي احد النجوم في الشوط الاول بدون كلام. وبلال خش له ايفلينو شويه في الشمال. ادي بلال وجاله عماره، وبلال بقول لكم خش له جول 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 جول. ايفلينو غلطه العمر من انطونيولي وايفلينو. احمد بلال فات وعدى ورقص وشاط، طاع من انطونيولي ومكمل ايفلينو. والجون الثاني. الاهلي 2 واس روما 0. اكرام الضيف احراز الاهداف. اكرام الضيف الاجوان يا اولاد. اكرموا روما الشوط الاول تمام 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 وعلى العال. 2-0 للنادي الاهلي. الدقيقة 43 وايفلينو يجيب الجون الثاني. 2 الاهلي 0 اس روم. يا اللي جاي من بره، يا اللي لسه بتفتح التلفزيون المصري، يا اللي لسه بيفتح تلفزيونك هنا او بره او هناك، بقول لك الاهلي 2 واس روما 0. والاجوان لابراهيم سعيد في الدقيقة 20 وايفلينو في الدقيقة 43. اهو ملحقش يقوم، كمل وجول. ايفلينو اهو، هو ده المكار ده حسام غالي. بص الترقيصه، بص الجمال اللي عمله ده حسام غالي. ايه اللقطه الجميله دي؟ وكملها بتمريره، ما دي حلاوتها، كملها بتمريره جميله لبلال. بلال ما كدبش خبر، شاط وقعت من انطونيولي على طول مكمل ايفلينو يجيب الجون الثاني. اهو الجون الثاني.
لكن اصل اللعبه مين؟ حسام غالي 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 غالي. توماس عرضيه على طول مونتيلا. الاهلي دايما بيكرم ضيوفه، طبيعتنا كده كمصريين اهو. اكرام الضيف واجب قلت لكم. بهدفين، عرضيه خطر باتيستوتا الحضري اشتغل الحضري اهو في الدقيقه الاخيره، اشتغل الحضري وقال للباتيستوتا نحن هنا. بيسلم عليه بيقول له معلش ماشي يا حضري موافقين بس صده ما يدخلش جوال. حلوه يا عصام، حلوه قوي، اتعملت حلو الباتيستوتا وطلعها حلو. كفو والكورنر والعرضيه وبالراس ولسه فيها خطوره لكن يطلع على طول. دفاع النادي الاهلي شادي وتبقى فاول لصالح النادي الاهلي. بسرعه كده الشوط الاول 7 ركنيات للاهلي مقابل 5 لاستروم. ادي الكره التسديده اللي فاتت وادي الحضري يطلع حلو قوي. الاهلي تسلل معلهوش استروم عليه واحد. الانذارات مفيش لا اصفر ولا احمر الحمد لله. الاهداف 2 حمر. ابراهيم سعيد الدقيقه 20، ايفلينو الدقيقه 43. النجوم الاهلي بالكامل ما تعدش لكن احسنهم حسام غالي 10 على 10. عماره النهارده امتياز يا عماره، ودفاع الاهلي في افضل حالة. خلصنا الوقت بدل الضايع تقريبا. وادي ديلاس بالتاكيد هيغير الشوط الثاني. كابيلو مش مصدق لو الكاميرا جت عليه لحقته في الوقت ده قبل ما يصفر الغندور، لكن فعلا بيصفر جمال الغندور حكمنا الدولي معلنا نهايه الشوط الاول الجميل والرائع والخطير. النادي الاهلي 2